إلا بعد أن يرحل ستتمنوا هذا الرجل العظيم يا جماعة. فهو هذا الرجل وبعد النوبل هذولا يا أخي أنا أقول إنه من الإخوان المسلمين يا أخي، هذولا من الإخوان المسلمين يا أخي. كيف يا أخي ما يراعوا مشاعر علي عبد الله صالح يا أخي؟ هذولا مجرمين. يا احترموا أنفسكم. رئيس دولة ويعني الناس يصفقوا له والناس يخطوهم من حوله وفي الأخير تطنشوا به هكذا يرقبوا به يعني. وضد توكل هذه اللي قد طلعت روحه يعني خلوها يعني جائزة نوبل. يا جماعة الخير لا عم توكل إلى حقت تقبل أوبل واليوم حازت على جائزة نوبل. ما هذا السلام يا نوبل؟ ما هذا السلام؟ أقول لنوبل الإخوان المسلمين معكم في اللجنة حق نوبل 2 منهم، ويمكن أن نوبل نفسه كان متأثر بالإخوان المسلمين يا أخي. هذولا ما خلوا شيء، ما خلوا حاجة إلا ودخلوا بينها. يا جماعة الخير لا راعوا مشاعر علي عبد الله صالح. عاد وقام مسكين من السعودية واليوم يعني أكثر من عدة شهور رجعوا مقهور يا أخي. لا الرجل عاد عظيما، الرجل عاد من الرياض العاصمة السياسية واستقبل انه الرجال والنساء بالمطار وزغردين والاطفال طلعوا من القبي. لماذا؟ فرحا بوصول الرجل القائد الغوار اللي فتح القسطنطينية الثانية. يا اخي علي عبد الله صالح عاد من الرياض فاتحا مثل ما عاد يعني استقبلوه في المطار، مثل ما عاد من اردوغان عندما عاد من دافوس. بس يعني أردوغان رجع يعني وهو مرفوع الرأس من دافوس، وصاحبنا رجع مكسور الناموس. هذا هو يعني. أرجو من علي عبد الله صالح أن يعني يفهمني، وأنا صفات طبعا احنا نتصامت بالكلام، اما يعني تفجيرات وتهديدات فانا اقول يا منعاه سواء من هؤلاء خبرتنا او من مليشيات الموجودين في الجامعة. يا جماعة عبد فرفشي يفهم كل شيء، لكن يعني نتصامت في الكلام، اما يعني كل واحد يفكر كيف يقتل الثاني الا الدماء. يا منعاه يا جهدا انا منكم واليكم، وانا اين نسير يعني اذا حزقات لا تبارش خلاص ان شاء الله يبادوا. الأخ عادل، ما سبب انقطاع الكهرباء والماء وانقطاع المفاجئ للغاز والبترول؟ وهذا مما يددد الناس حوله، انقطاع الكهرباء والماء. يا أخي ماذا يعمل لك وعلي تصال يا أخي؟ ليس عجزا، الدولة مستطيعة أن توفر الماء والكهرباء والغاز وتحل جميع الألغاز، وإنما يا أخي من أجل مصلحة الشعب الرجل العظيم علي عبد الله صالح يريد للشعب هذا أن يتذكر أيام الماضي، يريد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى تاريخه الماضي الملان يعني بالأحداث. يا أخي اللي معه جدتي الله يرحمها قد حاجتي كثير، قالت قسما بالله إن كنا نصلي الفجر ما نرقدش يا ولدي، كان المصحف وقراءة قرآن والمفرس وكل واحد يقوم يقصد الله. لماذا؟ لأننا فيش كهرباء، كان يرقدوا الناس بعد العشاء. أما اليوم يعني قد الكهرباء هذه فرقت بين الأسرة، لا حد يجتمعوا ولا حد يعني يتسامروا مع بعض. يا أخي ولعوا الكهرباء وبعدين لا حد مفر ولا كهرباء. يعني إذا ولعوا الكهرباء واحد فوق التلفاز واحد فوق الفيسبوك هذه هو اسمه الفيسبوك هذا الفيسبوك. يا أخي الفيسبوك هذا مدمر الفيسبوك هذا يا جماعة. الفيسبوك ايش هو الفيسبوك هذا؟ اشبك الفيسبوك يا أخي الفيسبوك الله يرحم أبوك. المهم أنه عندما نقطع الكهرباء هو من أجل الشباب اليوم طاقة كامنة، ولذلك نخاف عليهم زيادة اللي في سن المراهقة، لأنه بعدها لاحق لك تذكرهم لاحقة، لكن يفتح لك القنوات الخليعة والفضائيات اللي يعني الغير أخلاقية، ولذلك نطفي الكهرباء من أجل الناس القدوم. يا أخي لا داعي للوة، كل واحد يضوي بيته، لا داعي يعني مقرات النت وكذا، اضوي بيتك وغلق يعني أهم شيء طيع ولي أمرك حتى وإن قتلك وإن دق ظهرك وإن كل شيء. فلذلك هذا حق الكهرباء. أما حق الغاز يا أخي بالله عليكم قطعوا خبز بعد ما نجي الغاز، ولا قطعنا يعني لقمة الخبز. أما يعني عندما يقطع الغاز كل واحد يعني ذهب إلى الجبال
ترى النساء يعني يرولوين يعني فوق الجبال، تمام، تطلع الجبل تبعد عليك الزبل، ويعني ولو تقطع هذه الربل. أهم شيء يا أخي إنك تجد مذاقا للخبز رائع، وما بش لا رشوش دبل ولا شيء بعد الله لك الخبز. الله عليك يعني أنت أكيد تأكل خبز دائما من حق الغاية، من حق الحطب. شوف باين على أسنانه إنه يأكل دائما يأكل يا أخي ملوك، يعني دائما يأكل ملوك. ولذلك لا تستغربوا. أما بالنسبة للماء يا أخي، الرئيس علي بن صالح حفظه الله يريد أن يعلم الشعب التيمم. يا أخي الناس نسوا هذه السنة، الناس يا أخي التهوا في مشاغل الحياة ونسوا سنة التيمم. والتيمم يا أخي لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم، ولذلك علي بن صالح عدم الماء بحيث يحضر التيمم. لله درك علي عبد الله صالح، لم يفوق الشعب هذا، لكن مع الأيام سيفهمك الشعب. اللي بعده يا جماعة طبعا احنا معزومين الغداء، يعني لا تكثروا بها عمكم عبد الفرفجي. ايوه بارك الله. يعني كذا الداري الاستاذ عبد الباري تفضل. عبد الباري اكيد قدك داري. حامد بتخبش يا ابني، هذا حامد. السؤال يقول: يا الله سمعنا خير. كيف وصلت إلى هذا المنصب وصرت مشهورا بهذه السرعة يا عبد الفرفشي؟ يا أخي هذه القضية تخيلوا لو أنا أكلمكم بكلها أنها تحتاج إلى تخزينة، لأن القضية يا أخي ذكرتني أنت الآن سندويش على راسي بهذا السؤال المحرج. يا أخي المسألة أنه أخوكم هذا الوقت أمامكم يعني كنت لا شيء. عبد الفرفشي ما كان أحد يعرفه، صح انه انا يعني كنت مشهور يعني، وانا قايل يعني كانوا يتجمعوا علي في الحاره، كلهم يتجمعوا حولي لاني كنت اسولف لهم وادي لهم بعض الروايات واخرج له خرط يا اخي زمان. يعني كنت يعني يضحك على جدتي وكنت اقول الله يهديك عبده، وانا اقول يا الله يهديك يعني يا جماعه الخير تخيلوا ابذروا هذا زياده الخرط هكذا. فلذلك يعني كان يتجمعوا حولي. عاد ابن خالتي امس زارني الى البيت، واذا ابو يقول لي بنكته اديتها له في حين واحنا في صف سادس. يا اخي نكته، تخيل انه ذكرها وهو مخزن واشترك، يعني من قوه هذه النكته واتذكرها من انجاز لي النكته واذا بها مثل الخفشار، يعني نكته من راسي. فلذلك انا لم يكتشف احد موهبتي الا هذا الرجل. دخلت الإصلاح يا أخي ولا شجعوني ولا دعموني. يا جماعة الخير نخرط ندي لكم يعني بعض القصص بعض الكذا، قالوا مبالغ. يا جماعة ليش ما يجوز الكلام هذا؟ فقفزوني وانا ولا عاد عبرني. دخلت الناصري قلبوني نصراني إلا بعد أن دخلت هذا المؤتمر. هذا العملاق هذا الذي هو نائم، وإذا قام إيش قام، إذا قام مباررا. هذا المؤتمر يا جماعة، هذا المؤتمر أصحابه كلهم معهم زيارة تمر. يا جماعة هذا المؤتمر إذا قام المؤتمر ترى الفلوس الكل قد انهمر. يا أخي هذا المؤتمر الآن نائم، لا توقظوه لا تنكزوه. أقول لكم لا تنكزوا هذا المخلوق النائم. هو إذا قام قواعده راقدة. هو يعني عملنا لهم حبوب نوم وقلنا لهم ارقدوا لو ما نقومكم. أما يعني إذا الإصلاح ويعني يقوموا بقواعدهم حتقوم المؤتمر. والله لا نقوم المؤتمر وانتم دارين قبل المؤتمر وقوم قواعد المؤتمر. ولذلك أقول لا داعي أن تركزوه، خلوا يرقد رقود أهل الكهف. خلوا يرقد يعني يرقد أهل الكهف. واسمع يا أخي لما أجيب عليه كيف تقول لي هذا عبارة عن فرشة. لذلك لا أقول عبد الفرفشي يعني أنه يفرش قبل أي إجابة. فأنا أقول يا أخي أنه اكتشفني هذا الرجل العظيم الذي شجعني بداية من الانتخابات العليا في اللجنة العليا للانتخابات، وقال لي يا عبدو يعني هل تضمن لي الفوز؟ قلت شد حزامك. ولذلك الحمد لله يعني توفقت، لاني كنت كذاب حريف يعني، واذا خزنته اخذ بسريف يعني بالذات ايام الخريف يعني. ورجل منكت وظريف يعني، وانتم تعرفوا يعني كل حواراتي كلها كلام ظريف. اللي بعده
بلادنا ضعيفة آخرها. الأخ زين. كيف اختارك علي عبد الله صالح لهذا المنصب؟ هذا كل اللي هدرنا به من أول معه، هذا كله سبب اختياري، لأنه كما قلت لك ما حد شجعني له لماذا؟ كيف يعني هذا جاوب ما فيش معه ورقة. أيوة لا تنساه يعني كروت الدفع مسبقا. الأخ جمال. أيوة أنت. مع احترامي الشديد. من هم العلماء الذين أفتوا هذه الفتوى وإن درسوا؟ هل هذا سؤال حقك؟ هو حقه. نعم. يا أخي عندي سؤال مكتوب غير. هذا سؤاله؟ لا هذا هو سؤاله. هذا سؤالك هو. العلماء ذو العلماء يا أخي، علماء الدين هذولا علماء محترمين، هؤلاء جابدة لأنهم علماء يا أخي على قدر حالك. علماء يمشوا الناس، أما علماء يخلوهم حلقة ولا يعني يدوا لهم 1 مليون فوق المليون وهو لا يرضى يفتي. يا أخي هؤلاء علماء يفتوا لك بقدر ظلمك، ما بيجي أحسن منه يا أخي عندما تنقز الناس. وبعدين يا أخي هم مساكين مولين، كل واحد معه قال ومعه يعني أسرة، ولذلك لا مانع أن يعني يقصد الله. يا أخي تقيله الفلوس لا مانع يا أخي يقصد الله، أما تخليها محلقة على نفسك لا أريد أن أفتي لا أريد أن أشارك، وبعدين هناك حراف من جيز الناس. لكن يعني هذا العلماء وبعدين درسوا دراسات عميقة، درسوا يعني بعض الكتب التي منها يعني كتاب كيف تبيع دينك في 6 أيام. هذا كتاب مجلد يعني فظيع جدا هذا الكتاب. وأيضا عدة كتب ويعني معهم مجلدات اسمها يعني القمة في بيع الذمة. هذا القمة في بيع الذمة، هذا هم خريجي وبعدين خريجي كلهم من معهد الصالح ومن جامعة الصالح وجامعة الصالح، كلهم مدرسين في جامعة الصالح. لماذا؟ لأنهم يعملوا لصالح الصالح. ولذلك هذا العلماء يا أخي لا تسخج عليهم، هم يجيبوا لنا بقدر يعني كل واحد بقدر حاله. أما يجي يمسك الدنيا ويخليها محلقة، لماذا يا أخي تخليها محلقة الدنيا يا أخي؟ خلي الدنيا عندك فرفشة، عبد فرفشي وكل شيء. أما تخلي الدنيا مطبقة عليك أنت بتظلم نفسك، لأنه القدر ما يمشي على يد وصاك القدر فاتك والقدر فعلا فاتك والقدر، لأنكم لم تعرفوا هذا الرجل الذي يدر دائما لكل إنسان يأتي إليه ويمدحه. امدحوا يا جماعة ايش فيكم؟ امدحوا بعدين الثورة تخترق. احنا يا أخي احنا اتصابت بالكلام زباط، وبعدين الشعب حقنا ما مش عارف يجيب منه ولا مسكين قسما بالله بكي بين يديه وعلى طول سامعك عايش فيها. يعني لا مانع يعني تكذب ولا مانع خلاص كملنا. يا جماعة أنا معزوم غداء. سؤالي فيه نوع من الشفافية. أنت تأتي بكلام غير معقول وأنت تغطي جرائم النظام، أليس ذلك مخالفا للصدق والأمانة؟ يعني أنت تزيف الحقائق، أليس كذلك؟ شكرا تفضل. أما أنك مسنب بالبهرير فتفجعني يا أخي يا منعاه. الصحفيين يكونوا مبتسمين، خليك مثلي. يعني تخيل حتى أني لا أخاف لحد، يعني طبيعي وبكذا ضحكة، وبعدين إذا واحد يعني نزلت عليه وضايق أعتذر له مش مشكلة. أما يعني إنك يعني تخليها محلقة، فأنا أقول يا أخي علي بن صالح يقول أنه يا أخي يغطي الجرائم. هو ضروري يا أخي الذي يعمل الجريمة ضروري واحد آخر يعني يغطيها، أما يعني واحد يعمل الجريمة وواحد يغطيها لا. فإحنا نغطي على الجرائم لأنه في ناس بيعملوا الجريمة. وبعدين إيش من جريمة يا أخي؟ مثلا قتل النفس، أنس هذا ما حد كان يعرفه. أنس بالله عليكم كنت تعرفوا أنس 10 شهور والله ما عمر أحد يعرفه ولا عداري من ولا أنس ولا مزرع خلص. أما اليوم أنس اليوم أصحاب الشورى، يا ليتني كنت أنسا، يا ليتني كنت أنسا. يا أخي اليوم هذا أنس اليوم يا جماعة الخير، أنس اليوم يعني في الجنة. علي عبد الله يريد له الخير. وبعدين يا جماعة يا أم أنس يا أبو أنس يا أخي اليوم رحمة الله على علي عبد الله صالح الرجل الهمام الذي أعطى لابنكم الشهادة مجانا. يا جماعة أعضاء يريد له الخير والجنة. وبعد 10 شهور واليوم أم أنس وأبو أنس كلهم يسلموا عليهم ويتصوروا جنبهم. قد حسيتوا يا جماعة يا ليتني أنا أبو أنس وأم أنس. يا أخي هذا يعني شورى وقبلها ما حد كان يعرف لا أنس ولا أبو أنس ولا أبو أنس. يا أخي 10 شهور يعني ما فيش أحسن من الصيف. ويعني يعني بعدين أقول لكم حاجة، في حاجة مهمة نسيت، حاجة مهمة لم أتطرق لها. اسمع يا وشوشي، الحاجة أن علي عبد الله صالح
عندما يقتل الناس بهذا الدرجة. يا أخي هذا الرجل له أكثر من 33 سنة وهو يطالب تنظيم النسل. يا أخي بيقول لكم نظيم الناس لا داعي يا أخي أن يعني الواحد معه 3 أولاد يكفلنه، أما يعني 10 بالله عليكم من يصرف لهم من يعلمهم، يعني الضر أنه الآن يقتلون بيده. إذا واحد ما 10 أولاد يقتل عليه 7 بحيث يبقوا 3 يعني تنظيم النسل يعني عمليا. هذا هو علي عبد الله صالح الرجل الذي يريد للشعب الطمأنينة والرفاه. ويعني اللي بعده ولا أنا من رأيي نعتذر، باقي معنا آخر سؤال ونعتذر للإخوة الباقيين. أيوة يعني لأنه معنا وليما بارك الله فيكم والله كنا نستدعيكم لكن ما دعوكمش. يقول علي صالح إن الرئيس هو الرئيس الشرعي الذي انتخبه الشعب، والشعب اليوم يعزل الرئيس، فكيف تأخذون برأي الشعب حين انتخبه ولا تأخذون برأيه حين عزلوه؟ يا أخي يا حجي عبد صالح قال الصندوق ولم يعني تعرفوا بالصندوق. الصندوق يا جماعة طيب انتخابات ايش فيها؟ بعد يعني ارحل أي ارحل يا الله ويقولوا يرحل. يا أخي ونسوا علي عبد صالح علي الدار والزفلت، نسوا الذي يا أخي المعتصمين هذا ولا معه خيام وصاروا يعني يفرشوا الخيام فوق الزفلت. من فعل الزفلت يا جماعة؟ علي عبد الله صالح. ولا يعرفوا يعني انهم يرقدوا فوق الزفلت اللي يعملوا علي عبد الله صالح ويقولوا يرحل. يا خبرة يا خبرة. ولذلك هذا الرجل لم يعني يغيظ منكم ولكن قال عبر الصندوق ولم تفهموا هذا الصندوق بعد. إن شاء الله ستفهموا انه في الأيام القادمة. أنا أعتذر بشدة عن الأسئلة الباقية. أنا متأكد أن هناك في أسئلة كثيرة لكن لدي وجبة غداء ويعني ألقاكم في مؤتمر صحفي قادم. واعذروني يا جماعة الذي سبيتهم والله قسما بالله ما هو مني يعني تعمد. أقسم بالله أنه ما فارق بقلبي والكل يعرفوني زيادة يعني هذه مصحابي كله مصحابي. حتى الذي سبيتهم يا أخي ما سوي يعني نزوة هي نزوة يا أخي. أطلب منهم المسابحة. ويا أخي اليوم حر غضوة برد، اليوم سبت بكرة أحد، اليوم علي موجود وغضوة وبحث. ولذلك المسابحة يا جماعة وين يصير منكم أنتم مني وأنا منكم، يعني المسابحة منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني يريدون يقتلون